الحقوني يا اخواتي، ما توقعتش ولا تخيلت ان اعمل البوكسة يحصل لي ده كله. بجد والله حاجة كده ولا كانت على البال ولا على الخاطر. الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. تعالوا بقى نبتدي الفيديو عشان تشوفوا ايه اللي حصل، بس يا ريت تكملوا الفيديو للاخر عشان فيه مفاجآت جميلة جدا جدا. هرد بقى على كل اسئلتكم في الفيديو ده، الفيديو ده كامل عند الطيور عندي وعند ابويا. صلوا على الحبيب محمد كده قبل ما نبتدي الفيديو. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. وحشتوني كتير كتير قوي من اخر فيديو انا نزلته. يشهد الله ان انا بحبكم في الله. حبايبي من خارج مصر ومن داخل مصر بحبكم جميعا. حطوا اللايك كده قبل ما نبتدي الفيديو. يوم كامل بقى عند الطيور. اول حاجة كده عملتها حطيت الفراخ الساسو. قلت بقى احطهم شوية خضرة كده انوعهم. الفراخ دي ناس كتير قوي كتبت لي في الفيديو اللي فات الفراخ بتتذبح على عمر 70 يوم. بصوا يا اخواتي، انا بذبح الفراخ دي على عمر شهرين اتنين، يعني 60 يوم. ممكن برضك اذبحهم على 70 يوم، بس انا كنت جايبة دورة قبل دي. اللهم بارك، كانوا والله العظيم على 55 يوم الفرخة كانت وصلت 2 كيلو ونص. الفرخة كانت اللهم بارك وصلت 2 كيلو ونص. زي ما انتوا شايفين الفراخ دي المرة دي كده يعني بكتيرها قوي 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 كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع. يعني اهو، يعني الفرخة ما هياشي كبيرة وخلاص. يعني احنا ما عادش فاضل على العيد حاجة. يعني انا كنت جايباهم قبل العيد الصغير باسبوع، يعني انا مش فاكرة بالظبط بقى، بس كنت جايباهم قبل العيد الصغير باسبوع. انا النوع انا ده اسمه ساسو شفر. انا كنت جايبة النوع الاولاني ساسو كده، مش يعني ساسو صافي. كنت جايبة كان ساسو شفر الاولين اللي انا ذبحتهم. أنا والله انا ذبحه الفرخه بسم الله، الله اكبر الله اكبر. ذبحه الفرخه 4 كيلو و4 كيلو ونص و3 كيلو ونص. هتقولوا لي ازاي ده؟ هقول لكم ما اعرفش. كنت جايباهم كده، بس هما كانوا 5 فرخات فقط لا غير. كانوا اللهم بارك حاجه كده جميله. فرحت بقى اجيب الدوره دي اللي انتوا شايفينها قدامي دي، بحيث ان انا جربت دوكم لقيتهم حلوين وطعمهم مسكر وحلوين وكويسين. قال لي خديهم ساس وشفر هيبقى جمال قوي. فانا معاكم ايه للاخر. بسم الله ما شاء الله كده، صلى على الحبيب محمد. دي الفراخ اللي احنا جايبينها مع بعض نهار الخميس اللي فات. نهار الخميس اللي فات زي ما انتوا شايفين اهون. هما كانوا جايين الاربع، نزلت لكم الفيديو الخميس، وبرضك النهارده التلات الفيديو هينزل. ده الفراخ دي متصوره امبارح، يعني الفيديو مش متصور في نفس اليوم. كلهم نشاط وحيوية واللهم بارك كويسين، وبحط لهم تحصينتهم بس عشان في هوا جديد قوي وفي رياح شغالة وكده. احط لهم حاجة بقى ايه ترفع المناعة ومضاد للسموم. ماشي. الناس بردك اخواتي وحبايبي اللي كتبولي انت البوكسه مكتمه عليها. لا، البوكسه انا مش مكتمه عليه. الشباك بتاع الباب اهو انا سايباه مهوي، والناحيه التانية اللي في ظهر البوكسه الحيطه انا ما قفلتهاش. انا دوبك بس حط حاجه خفيفه كده ومفتحاها من الجناب. عامله لهم بردك نسبه تهويه كده كويسه. وبعدين طول ما هي الفراخ صغننه قوي كده مش بتحتاج تهويه حاجه كتير، حاجه بسيطه. ليه؟ لان هما لسه ما بيحسوش بالحر ولا الحاجات دي كلها. فعلا، بس بيحسوا بالسقعة. يعني بيحسوا بالسقعة. بس انا بقى عشان خاطر زي ما انتوا شايفين انا حاطه البوكس على السطح، مش حطاها في قلب اوضه. فلازم كان خاطر اللي انا اقفل البوكس زي ما انتوا شايفينها كده بمشمع، وارجع عشان خاطر الشمس اقفلها بقماش زي ما انتوا شايفين كده. يعني كان عندي بقى كبرتايه قديمه، حته ملايه قديمه، عبايه قديمه، الحاجات دي كلها قفلتها بها. ماشي يا اخواتي. انتوا زي ما انتوا شايفين كده، انتوا متخيلين ان البوكسه متكتمه ومتقفله؟ لا، البوكسه مش متقفله ولا متكتمه ولا حاجه. السلك اهو من ورا ظهر البوكسه سايباه منه للحيطه اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا ما جاش في دماغي ان انا اصور.
بسم الله ما شاء الله، كلهم نشاط وكلهم حيوية، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. همشي معاكم بردك خطوة بخطوة، وهنزل لكم فيديوهات كل كام يوم كده عنهم لغاية ما ربنا يكرمنا فيهم كده، وان شاء الله نقدر نذبحهم. وبعمل بقى خلطات وحاجات جميلة جدا جدا جدا، اخليهم يجوا معايا بسرعة كده. يعني كملوا بقى ايه انتوا معايا على طول عشان تشوفوا الخلطات اللي انا بعملها. ان الفرخة ما استناش 40 يوم اذبحها و45 يوم، لا. انا بذبح الكتاكيت دي، الفراخ دي وزن 35 يوم 32 يوم، بسم الله ما شاء الله بتبقى جايبة 3 كيلو. 3 كيلو الا حاجات بسيطة خالص يعني. ما بتبقاش وزنها صغير 2 كيلو و2 كيلو ونص، لا بتبقى على 35 يوم 3 كيلو 3 كيلو الا ربع. ليه بقى؟ ببدأ بقى من عمر 20 يوم، من عمر 15 يوم، ماشي. ببدأ بقى اعمل لهم ايه خلطات. ببدأ بقى احط مثلا خلطات كركم، حاجة كده ترفع المناعة برضك. بحط لهم حبة شطة صغننين، بحط معلقة خميرة على المية او على العلف. ببدأ بقى اللي انا ايه اعمل خلطات خلطات خلطات، بتخلي بسم الله ما شاء الله الفرخ كله نشاط وكله حيوي. وفي نفس الوقت دلوقتي لسه الجو رطب، الجو اصلا بيبقى هوا. وعدد بتشتي ازاي بتشتي في الصيف الواحد مش عارف يعني، الحمد لله. ربنا يعني ما بيعملش حاجة وحشة. المهم متنسوش تحطوا اللايك. كده بقى خلاص، كنا بنحبس بقى الفراخ السيسو بتاعتنا عشان اقول لكم المفاجأة اللي كانت البوكسة دي. وش الخير ووش الهنا ووش السعد عليا لما عملت البوكسة، والله العظيم. يعني الرزق كده بيجي من عند ربنا، بيجي كده ايه. لما الرزق بيجي وربنا بيخبط على الباب بيجي كده مرة واحدة. قلت لهم بقى خشوا كده يا بوكس يا فراخ جوه. لقيت الجو هوا قوي، والجو لما يبقى هوا ما تسيبش فراخك، عشان بيبقى شايل فيروسات وشايل حاجات مش حلوة. فقلت لهم لا، خشوا جوه كده بقى تاني وتحبسوا. حطيت لهم الخضار والمية دي كان فيها علاج، مرضتش اغيرها وهقفل عليهم وخلاص. يعني انا كنت متخيلة بقى ان الجو كان شمس والدنيا لطيفة والدنيا حلوة. قلت اسيبهم كده قدام البوكسة. شوفوا ايمان وتلا. إيه فلقيتها هيبقى الموضوع صعب وخفت الصراحة عليهم. وانا برضك هبدأ بقى اعمل خلطات بدل اللي هم اتأخروا في السحب بتاعهم. هبدأ بقى اعمل لهم خلطات هم كمان عشان ايه، عشان يتقلم. هحط لهم خميرة على العلف او هحط لهم خميرة في المية. انا برفع المناعة ازاي لو انت مش عايزة تجيبي بردك دواء. برفع مناعتهم ان انا بفرم لهم توم وليمون وبصل. بعمل اجيب راس توم، وبجيب بصلايه، وبجيب ليمونايه، واقوم ضربه كله في الكبه وعاملاه. صلى على الحبيب محمد، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنخش وناخد رزق جديد. ودون بقى ايه الطيور عندي عند دار ابويا، اللهم بارك اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله. بس انا خدت حته دين عضه من البطه دي يا بنات، يعني عضه صعبه جدا. انا بخاف يعني لما تكون البطه لسه مطلعه كده. انا طالعه بالصدفه لقيت في حاجه صوصوه، قاعده اقول لامي يما في حاجه بتصوصو، بتقولي لا ما فيش حاجه بتصوصو، ده لسه البط ما طلعش. لقيت البطه مطلعه وموته برضك عيالها حواليها، وعيالها طالعين هم بسم الله ما شاء الله. البط دون بط مولد، بط سكوفي على بلدي. احنا كان عندنا الدكر سكوفي وبيكسر. فخدنا بقى منه خليط، خدنا منه سلالة، اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. هو سكوفة هون على بلدي، الأم بلدي والأب سكوفي. أنا عاوزة بقى ألمهم كلهم عشان خاطر لو أنا بصوا العض، لو أنا سبتهم مع أمهم هتموتهم. يعني امهم هتموتهم. فانا الصراحه قاعده احاول معاها عشان خاطر انها ما تطلعش تعضني، مانيش عارفه. ده الرزق الجديد وده المفاجاه اللي انا قلت لكم انتوا تشوفوا بقى الفيديو للاخر. هتتفرجوا على المفاجاه. احنا لما بيكون حاجه راقده كده، بصوا انا اتعذبت. البطه يعني ما سابتنيش في حالي إلا لما عضتني يعني. فقلت لها بقى ايه، طلعتها وخدت عيالها ودخلت كده بقى عند الحمام عندي بردك نفس الوقت. هنضف للحمام ده كله، وهجيب له بقى علاج هو كمان عشان الحمام. زي ما انتوا شايفين انا اتصدمت صدمة عمري لما دخلت الحمام وشفت اللي عنده.
صدمة عمري صدمة عمري لما شفت عند الحمام. هتقولوا ايه اللي عند الحمام يا دعاء؟ اقول لكم الحمام اللي عندي كله زي ما انتم شايفين كده، البياتات بتاعته مش نظيفة، ده اولا. ثانيا البيض بتاعه كله رايق وكله بايظ، والزغلول دون الفرد الزغلول طلع فرد واحد وامه موتته. وزي ما انتم شايفين البيض كله بايظ رايق. هبدأ بقى اجيب فلفل اسمر عشان خاطر الكسر يبقى بسم الله ما شاء الله يبقى كده كويس. وده كده دخلت بقى ايه عند البط بتاعي اللي انا كنت مربياه مع الفراخ الساسي، وجا اللهم بارك لما كبر بقى حلو بقى حلو كده سيبته بقى عندنا. اتمنى بقى ان يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم ونال رضاكم. ده فيديو كامل عند الطيور، اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في الكومنتات وانا ارد عليه، وانتوا برضك اكتبوا لي واستفاد منكم. واللي يعرف لي علاج كويس للحمام لان البيض عندي بيطلع رايق، يا ريت يكتب لي في الكومنتات يا بنات. وده كان الرزق بتاعنا النهارده وكان خيرنا النهارده. ربنا يا رب كده يزود الرزق كمان وكمان، وحاجة كده طلعنا من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب وندرنجهم بقى كده ويبقوا حلوين زي ما بيقولوا، ويبقوا بط بقى زي ما انتم شايفين البط ده. ففضلا منكم ليس امرا مني، محتاجة منكم اللي يعرف علاج للحمام البيض بتاعه بيطلع رايق يكتب لي في الكومنتات. ماشي يا بنات؟ كده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان انتم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعملوا كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. بحبكم في الله، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي.